النهارده احنا رايحين عشان نكتشف احلى عين في سيوه، وهنشوف هل هي فعلا احلى عين في سيوه ولا في عيون احلى. بلس ان احنا لازم هنشوف العين تحت الميه عامله ازاي. يلا بينا. واحنا بقى رايحين عشان نكتشف العين دي، خدنا العجل من سيوة سكيب عشان نروح بقى ايه نقضي التجربة صح. هناخدها كلها بالعجل رايح جاي، ننزل في العين، ننزل المية، نشوف الكواليتي، واتمنى ان العين هتبقى حلوة من تحت. بالنسبه لي الميزه في الطرق هنا في سيوه ان انت ماشي وسط النخل، يعني احنا ماشيين بالعجله كل الطريق اللي بينا حوالين كله نخل. ف بصراحه يعني دي تقريبا اول تجربه ان انا امشي ويبقى حوالين النخل بالطريقه دي، بس طريق طويل شويه، ولكن انا متاكد ان باذن الله في الاخر هنلاقي عين تستاهل. اجمل حاجه في المكان هنا الهدوء، مفيش اي حاجه، مفيش اي حد غيرنا، الموضوع جامد بصراحه. خلاص وصلنا العين اهي، وفي العين السخنه جنبها، هننزل وان شاء الله نستمتع بيها. هي دي العين اللي احنا جايين عشانها النهارده. الدنيا عامله ازاي في عيون سيوه؟ بتعمل ايه يا ابني؟ قلنا راح العين. خلاص يعتبر خلصنا العين دي. حابب اوريكم العين حلوه جدا. كل العيون اللي في سيوه بيبقى فيه طحالب على الوش، بصوا كده في طحالب اللي هي الطحالب اللي هناك دي، ولكن هنا هتلاقيها نقيه. احنا نزلنا هنا والارض باينه والمكان حلو. هي اجمل حاجه بصراحه في سيوه الاسترخاء، ان انت تيجي تسترخي تصفي دماغك من كل حاجه. احنا قاعدين وسط اراضي زراعيه، الدنيا زي الفل بصراحه. دي اهم حاجه حصلت في سيوه. الحمد لله استمتعنا بالعين النهارده. ان شاء الله بكره هننزل عين تانية، وغالبا هتبقى كليوباترا عشان ندور على حاجات تحت. كليوباترا في ناس كتير جدا بينزلوا، فان شاء الله هنلاقي حاجات ممتعه جدا تحت. بس طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، اشوفك في الفيديو الجاي باذن الله. ناخد العجل نلحق نروح عشان نتغدى. هاي